بريب 2. جاهزين نبدأ بأول ليسون عندنا في جيومتري. الأفكار ممكن تكون مختلفة شوية، هنبدأ نتعرف عليها واحدة واحدة. بس أوعدكم جيومتري الترم دوت أبسط بكتير، ممكن تكون دروس أكتر بس بسيطة. يلا بينا نبدأ. Axioms of Inequality. الدرس بتاعنا دوت أول درس في الجيومتري عندنا في بريب 2. الدرس يمكن عنوانه مش مفهوم شوية، بس هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن شوية مفاهيم وحاجات أساسية كده بيزكس هنظبطها علشان نبدأ الجيومتري بتاعتنا بتاع الترم دوت. أوكي؟ يعني إيه بقى؟ واحدة واحدة. الدرس بتاعنا بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في إن أنت مثلا لو عندك two values A and B، وجيت عرفت إن الفاليو بتاعت ال A greater than ال B، خلاص أنا معايا two number، في واحد أكبر من التاني. أوكي؟ طب لو جيت للتو فاليوز دولت وهما الاتنين عملت لهم بلس لأي نمبر، يعني ال A عملتها بلس C وال B عملتها بلس C، بالمنطق كده والعقل مين هيطلع جريتر؟ ال A بلس C ولا ال B بلس C؟ يا مستر ال A كانت جريتر من الأول، يبقى المفروض لما اضيف لها فاليو جديدة تطلع برضو إيه؟ جريتر. بالظبط كده. مثلا لو أنا كان معايا 50 باوند ومعايا 30 مثلا 50 و 30 وهما الاتنين عملت لهم بلس 5 وهنا بلس 5، منطقي ان الرقم الجديد اللي هنا هيكون اكبر من الرقم الجديد اللي هنا، صح كده؟ طب بنفس المنطق دوت لو كان معايا A greater than ال B value greater than value تاني وهما الاتنين عملت لهم ماينس لنفس النمبر A minus C وال B عملتها minus C، مين هيطلع greater؟ يا مستر مش ده كان الكبير من الاول؟ ال A كانت greater من الاول، يبقى برضو لما اعمل لها ماينس وده اعمل له ماينس يطلع لي ايه؟ ال A minus C هتبقى greater than ال B minus C. طب ماشي بنفس المنطق لو عندي A greater than ال B وجيت ليهم هما الاتنين عملت لهم multiply the same number، هما الاتنين عملت لهم multiply positive number مثلا، فال A عملت multiply مع ال C وال B عملت multiply مع ال C. تعال نجرب كده. لو مثلا كان معايا هنا 10 وهنا كان معايا 5، اوكي، وهما الاتنين جيت عملت لهم multiply 20 مثلا، ده multiply 20 وده multiply 20، 10 by 20 ب 200 انما 5 by 20 ب 100، يبقى الجريتر فضل ايه؟ جريتر. يبقى انا الفاليو الاولانيه ال A كانت جريتر ذان ال B، لما هما الاثنين عملتهم ملتبلاي ال C طلع ايه برضو؟ طلع ال A by C جريتر ذان ال B by C. اوكي تمام. طب تعالى اقول لك على حاجه تانية. لو انا دلوقتي جه قال لي ان A جريتر ذان ال B وال B جريتر ذان ال C، يعني ايه يا مستر؟ واحده واحده. انا دلوقتي عندي ال A اكبر من ال C، اكبر من B سوري، ال A اكبر من ايه؟ من ال B، يعني ال A كبيره، كبيره قوي، اكبر من ال B، وال B نفسها اكبر من ال C، يعني اكبر واحده عندي ال A واصغر واحده عندي ال C. معنى كده ان انا اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان ال A greater than ايه؟ ال C. طب ماشي واحده كمان. دلوقتي لو جيت قلت لك ان ال A greater than ال B وال C greater than ال D، يعني عندي هنا ال A كبيره وال B صغيره وال C كبيره وال D صغيره. لو جيت عملت الاتنين الكبار دول بلس بعض ال A وال C، ال A بلس ال C وال B بلس ال D، كده عملت ايه؟ الاتنين الكبار بلس بعض والاتنين الصغيرين بلس بعض، مين الجريتر؟ اكيد الاتنين الكبار يا مستر، ال A بلس C. فاهمني؟ فاهم اللعبه ماشيه ازاي؟ طب الكلام ده هنطبقه ازاي في البروف في جيومتري؟ تعال نشوف. اوكي تعال نشوف كام مساله كده. عندي مساله زي اللي قدامي دي اللي هي question number 1. بيقول لي ايه؟ في question number 1 جه قال لي ان الدي سي less than الاي بي. الدي سي ده بارت اهو، البارت دي سي من هنا لحد هنا اصغر من مين؟ من الاي بي. مش ما باينه اصلا من مجرد النظر. ماشي واحده واحده. يعني معنى كده ان الدي سي ده بارت صغير سمول والاي بي بارت كبير بيج بارت. اوكي ماشي. عاوز ايه بقى انت؟ بيقول لي بروف ان البي دي، عاوز اعرف اوصل ان انا عندي بروف ان البي دي less than
الAC. ماشي، واحدة واحدة، هوصل له ازاي البروف ده بقى؟ مستر انا كان معايا اصلا سي دي بس صغير. انا كان معايا البارت سي دي وكنا بنقول عليه ان هو بارت صغير بالنسبه للاي بي. هو دلوقتي مش عاوز السي دي، هو عاوز مين؟ هو عاوز البي دي. طب انا معايا السي دي، عاوز اخليه بي دي. بدل ما هو سي دي بس عاوز اخليه بي دي كله. هو ازود له ايه عشان يبقى بي دي؟ ازود له البارت اللي فاضل ده، صح كده؟ كان عندي سي دي، عاوز اكبره واخليه بي دي، فممكن ازود البارت ده. يبقى هعمل ايه؟ هقول له سنس ان انت عندك ان الدي سي less than الاي بي. الدي سي هزود له بارت، مين البارت اللي هزوده؟ البي سي. adding by adding بي سي. هزود البي سي هنا. الدي سي لما ازود لها البي سي هتبقى عباره عن ايه؟ البارت ده بلس البارت ده يديني البارت الكبير اللي هو اسمه ايه؟ بي دي. يبقى بقى اسمها دلوقتي ايه؟ بي دي. طب حلو، نفس الكلام الناحيه التانيه. كان عندي اي بي اهي، شايفها؟ بدل ما هو اي بي عاوز اخليها اي سي. اي بي عاوز اخليها اي سي، هزود لها مين؟ البي سي برضو. فبرضو هزود البي سي هنا. فبقى الاي بي بلس البي سي، اي بي بلس البي سي يديني مين؟ اي سي كلها. قول لي بقى، كان مين جريتر؟ انا عارف ان الاي بي كانت اكبر من الدي سي، فلما هما الاتنين ازود لهم نفس الحاجه البي سي، الكبير هيفضل ايه؟ كبير. فالاي بي لما تكبر وتبقى اي سي هتفضل برضو هي ايه؟ هي جريتر. يبقى انا عملت ادنج للبي سي لمين؟ للاولاني والتاني، يبقى فور بوث سايد، فور بوث سايدز. يبقى انا ضفت البي سي للتو سايدز، اوكي؟ فبقى اسمه بي دي ليس ذان الاي سي، يبقى زي 4. ده اللي هو طلب. عملته في كام خطوه؟ خطوتين. سنس ان ده، سنس ان ده، هنمسحها كده، نمسحها واحده واحده. سنس ان ده اصغر من ده، لما اضيف البي سي للطرفين يبقى ده اللي هو البي دي ليس ذان الاي سي. شكرا، خلص المثال على كده. تعالى ندخل على اللي بعده يلا. عندي هنا في السؤال بيقول لي ايه؟ في question 2 بيقول لي معاك AB equal AC. السايد AB equal السايد AC. AB و AC equal بعض. ماشي. انت عارف زمان خدت حاجة اسمها isosceles triangle. في الايسوسيلس تريانجل عرفت انها لو معايا تريانجل فيه تو سايد ايكوال بعض، المفروض ان بيكون فيه تو انجل ايكوال بعض. انا عارف ان في الايسوسيلس تريانجل لو في تو سايد ايكوال بعض يبقى المفروض في تو انجل ايكوال ايه؟ بعض. ماشي. طب ما يلا نستعمل الكلام ده. سنس ان AB ايكوال AC، يبقى المفروض في التريانجل دوت يكون في تو انجل ايكوال بعض. مين الانجل اللي قدام الاي بي يا مستر؟ اي بي اهي قدامها انجل اللي هنا دي اسمها ايه؟ ACB. therefore measure of angle ACB equal لمين؟ للانجل التانية اللي في وش الاي سي يا مستر اهي، ABC. measure of angle ABC. خلاص، دلوقتي عرفت ان انا عندي الانجل دي والانجل دي ايكوال بعض. ده من اول جافن. تعال نكمل. قال لي الانجل دي بي سي اكبر من الانجل جريتر ذان الانجل دي سي بي. فين الدي بي سي اصلا؟ دي بي سي اهي، الانجل دي كبيره جريتر، فانا حطيت عليها كذا ارك عشان تاخد بالك انها جريتر يعني. جريتر ذان مين؟ الانجل دي سي بي. دي سي بي اللي هي اللي هنا دي، عملت عليها اركين بس عشان تبقى واخد بالك في واحده كبيره وواحده صغيره. اوكي، ده اللي هو الهولي. تعال نكتبها سنس ما دام هي جيفن. measure of angle دي بي سي greater than measure of angle دي سي بي. اوكي، دلوقتي ايه المطلوب مني؟ عاوز اعمل بروف ان الانجل اي بي دي greater than اي سي دي. فين اي دي بي؟ اي بي دي فين؟ اي بي دي اهي الانجل دي. عاوز ابروف ان الانجل دي اكبر من الانجل دي. طب يا مستر انا ما عنديش معلومات عن الانجل دي. واحده واحده. شايف الانجل دي عباره عن ايه؟ بتتكون من تو بارت.
اللي فوق ده واللي تحت، صح؟ طب ما انت عندك معلومة على اللي فوق وعندك معلومة على اللي تحت، طب ما تعملهم ادنج مع بعض عشان يديك الانجل الكبيرة اللي هو عاوزها. نفس الكلام الناحية التانية، هو عاوز يبروف ان دي اكبر من دي، طب دي هتجيبها ازاي؟ اللي على اليمين تعمل الاتنين دول ادنج مع بعض. يعني باختصار باختصار انا هعمل ايه؟ هعمل ادنج باي ادنج 1 و 2، هعمل ادنج للي فوق مع اللي تحت. لما نعمل دي ادنج مع دي يطلع لي انجل therefore measure of angle ABD. ولما اعمل ادنج لدول مع بعض يديني measure of angle ACD. ونفكر دلوقتي بقى مين الجريتر المفروض؟ انا كنت عارف ان دي كبيره ودي صغيره، دي بيج ودي سمول، صح كده؟ وهما الاتنين هضيف لهم نفس الفاليو، ما انا عارف ان دي ايكوال لدي، صح كده؟ يبقى الكبير هيفضل ايه؟ كبير. يبقى المفروض السي بي دي كانت كبيره هتخلي الاي بي دي جريتر، اي بي دي هيبقى جريتر، وده اللي طالبه. شكرا كده على المساله خلصت. اوكي، تعال نبص على المساله اللي بعدها. عندي ايه هنا بقى؟ بدأ السؤال هنا وقال لي ان انت معاك AC greater than ال AB. AC اللي هو السايد دوت كبير أوي ده أكبر من السايد AB اللي هنا. دي تعالى نكتبها سنس، مادام given يبقى سنس. سنس AC greater than ال AB. اوكي، وبعد كده قال لي ايه؟ قال لي ان انت معاك الانجل A الانجل 1 والانجل 2 great equal. لا، سنس ان measure of angle 1 equal measure of angle ايه؟ angle 2. مستر انت قلت لي من شويه ان انا لو عندي اسوسيال تريانجل، لو عندي تو سايد ايكوال بعض يبقى في تو انجل ايكوال بعض، ولو في تو انجل ايكوال بعض يبقى في تو سايد ايكوال ايه؟ بعض. هو هنا بيقول لك ان في تو انجل ايكوال بعض، انجل 1 وانجل 2 ايكوال بعض. معنى كده ان السايد اللي في وش 1 ايكوال السايد اللي في وش ايه؟ 2. تعال نكتبها يلا. therefore مين السايد اللي في وش 1؟ ال 1 في وشه مين؟ ال AE ايكوال مين؟ السايد اللي في وش 2 AD. شكرا. يبقى انا دلوقتي عندي تو سايد دول ايكوال بعض، ده ايكوال ده. وبعدين عاوز ابروف ان انا عندي ال DC equal greater than ال EB. البارت ده عاوز ابروف ان هو greater than البارت ده. تعال نبدأ السؤال من الاول واحدة واحدة. هو قال لك ال AC اكبر من ال AB، عاوز اخلي ال DC اكبر من ال EB. طب ما هي سهلة، كان مين الكبير؟ ال AC. عاوز اصغره واخليه دي سي، يعني هشيل منه بارت، هشيل منه انهي بارت؟ هشيل منه انهي بارت عشان اخليه دي سي بس؟ الاي دي. يعني هعمل ايه؟ سبتراكت، ما دام هشيل يبقى ايه؟ سبتراكت باي سبتراكت. سبتراكت مين من مين؟ هسبتراكت الاي دي الصغير ده من الاي سي، يعني سبتراكت اي دي. فين اي دي؟ اهو. يبقى 1 فروم ايه؟ فروم 2 من الاي سي. يبقى subtract 1 from 2. لما اشيل ال AD اشيلها من فين؟ من ال AC، يفضل لي مين؟ ال DC بس. تعال نكتبها. يبقى therefore ال DC greater اكبر من مين بقى؟ ما انا هشيل برضو الناحية التانية. شايف ال AE هشيلها من فين؟ من ال AB، يفضل لي مين؟ ال EB. بس كده، كده عملت البروف. يبقى subtract 1 from 2. 1 from 2. بس كده. عملت ايه تاني؟ كان عندي بارت كبير وبارت صغير، شلت من ده ال AD وشلت من ده ال AE، طلع لي ان ال DC greater than ال EB. هو ده المطلوب. دلوقتي عاوز ادخلك على فكرة مختلفة شوية. عاوز اتكلم عن حاجة انت خدتها قبل كده في بريب 1. اسمها ايه؟ اسمها exterior angle. انت كنت عارف ان اي ترينجل في الدنيا عنده 3 angle interior. ادي زي دي ودي ودي، دول 3 angle ايه؟ interior. وكان عندي حاجة تانية اسمها exterior angle، هي الانجل اللي من بره دي. وكنت عارف ان الاكستيريور انجل بتكون مالها؟ الاكستيريور انجل بتكون ايكوال التو نون اسمها ايه؟ نون ادجيسنت انجل. الاكستيريور انجل ايكوال السم اوف تو نون ادجيسنت انجل. يعني ايه؟ يعني ميجر اوف انجل 1 اللي هي الاكستيريور دي المفروض تكون ايكوال ايه؟ ايكوال السم البلس بتاع مين؟ بتاع التو انجل اللي مش جنبها. دي جنبها صح؟ مش عاوزها، انا عاوز التو انجل اللي مش جنبها اللي هما 2 و 3. ايكوال ميجر اوف انجل 2
بلس measure of angle مين 3. يبقى الاكستيريور انجل equal السم of two non adjacent angle equal السم بتاع 2 و 3 مع بعض. ده معنى ايه كلمة اكستيريور. طب اوكي تعال نكمل على الفكرة دي. معنى كده ان مادام هي equal السم بتاعهم يبقى اكيد measure of angle 1 اكبر من measure of angle 2. بديهي يعني مادام هي equal ال 2 وال 3 مع بعض يبقى ال 1 اكبر من ال 2. وبرده measure of angle 1 اكبر من مين measure of angle 3. صح كده؟ ما هو مادام هي equal السم بتاعهم equal الاتنين مع بعض يبقى هي اكبر من الاتنين، اكبر من ال 2 واكبر من ال 3. ده اللي بنقوله. تعال نطبق الكلام ده في البروف بقى، شوف هنستعمله ازاي في المسألة. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي معاك الفيجر اللي قدامي دوت، والفيجر ده فيه سايد AB equal السايد AD. سايد AB و AD equal بعض. قلنا سايد equal سايد يبقى في انجل equal انجل AB equal AD، يبقى زي الفور على طول ان في انجل equal انجل. مين الانجل equal انجل بقى؟ ال AB قدامها مين؟ الانجل دي اسمها ايه؟ measure of angle ADB equal لمين؟ ال AD في وشها انجل ABD. measure of angle ABD. خلاص سايد ايكوال سايد يبقى انجل ايكوال انجل. وبعدين هو عاوز يبروف ايه؟ عاوز يبروف ان الانجل ABD اللي انت لسه جايبها دي مالها greater than انجل C. ماشي. هو انت لو ركزت شويه وخدت بالك هتلاقي ان انت اشتغلت على التو انجل دول صح؟ لو ركزت مع الانجل اللي هنا دي هتلاقي ان هي اكستيريور للتريانجل اللي على اليمين. الانجل ADB اكستيريور لمين؟ الانجل ايه؟ للتريانجل اللي على اليمين. معناها ايه ان هي اكستيريور؟ معنى كده ان هي اكبر من التو انجل النون ادجيسنت. يعني معنى كده ان انجل 1 دي لو اعتبرنا دي انجل 1 اكبر من مين؟ من ال2 واكبر من ال3. ما هي الانجل 1 دي اللي انا عامل عليها 1 دي اكستيريور، معنى كده انها greater than ال2 و greater than ايه 3. ماشي تعال نكتب الكلام ده. انا ما يهمنيش 3، انا يهمني 2 عشان هو كان بيسأل عن مين؟ انجل سي. يبقى سنس ان ميجر سنس ان انجل، تعال نمسح دي. سنس ان انجل ADB exterior للتريانجل اسمه ايه؟ تريانجل DC نكتبها دي تريانجل DCB. مع ان هي exterior ليه يبقى therefore ان الميجر اوف انجل ADB اكبر من مين؟ من السي greater than measure of angle C. شكرا. يعني 1 اكبر من ايه؟ من 2. ADB اكبر من انجل C. طب اسالك سؤال، مش دي اكبر من السي؟ يبقى دي كمان اكبر من السي، ما هو الاتنين ايكوال بعض. يبقى therefore measure of angle ABD greater than measure of angle مين؟ C. كده فاضل لي فكرة واحدة بس في الدرس دوت، وهي أهم فكرة عن فيهم. هي إيه بقى؟ بتتكلم عن إيه؟ معلومة قديمة شوية، إن أنت لو عندك تريانجل فدلوقتي لازم تكون عارف إن أي تريانجل في الدنيا لو عملت السم of two side لازم يطلعوا greater than a third. يعني إيه يا مستر؟ تعال نجرب. لو أنا رسمت دلوقتي تريانجل، قلت إن التريانجل ده اسمه ABC، وقلت مثلا الثري سايد بتوعه مثلا 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر و5 سنتيمتر مثلا. لو انت دلوقتي عملت اي تو سايد منهم بلس بعض يعني 3 بلس ال 4 اكيد هتكون جريتر ذان مين؟ ال 5. طب لو عملت ال 4 بلس ال 5 جريتر ذان ال 3. طب لو عملت ال 5 بلس ال 3 جريتر ذان ال 4. فدايما الصم بتاع التو سايد لازم يطلع جريتر ذان ايه؟ الثيرد. تو سايد مع بعض لازم يكون اكبر من ايه؟ من التالت. طب وايه كمان يا مستر؟ لو عملت تو سايد ماينس بعض، اي تو سايد ماينس بعض يا مستر؟ اي تو سايد ماينس بعض يعني 5 ماينس 4 ب 1 اكبر من مين؟ سوري اصغر من مين؟ من 3. لازم التو سايد لما تعملهم ماينس بعض يطلع اصغر من ايه؟ من التالت. طب لو عملت 5 ماينس 3 اصغر من 4. لو عملت 4 ماينس 1 اصغر من مين؟ سوري 4 ماينس 3 اصغر من مين؟ من 5. فدايما الصم بتاع التو سايد اكبر من التالت، والديفرنس بتاع التو سايد لما تعملهم ماينس بعض لازم يطلع اصغر من التالت. فهخلينا متعودين دايما
إن الside لازم يكون between الsum والdifference، between الsum وإيه والdifference. طب ده هيفيدني في إيه يا مستر؟ هاقول لك. ييجي مثلًا في سؤال يقول لك إن أنت معاك triangle ABC، ومثلًا قال لك إن الAB equal 5 سنتيمتر والAC equal مثلًا 6 سنتيمتر، وعاوز أعرف الside التالت اللي هو الBC ممكن يطلع equal كام؟ أنا مش value محددة، ممكن يطلع كذا رقم، بس أنا مش عارف ممكن يطلع كام، هل ينفع يبقى 10؟ هل ينفع يبقى 5؟ هل ينفع يبقى 6؟ عاوزين نعرف. طب هل ممكن نجيب الside التالت ده إزاي؟ قال لي بسيطة، هنعمل ال2 number اللي معانا دُولة، ال2 side اللي معانا دُولة هنعمل لهم plus وminus، مرة أعملهم plus بعض 5 plus 6 يديني كام؟ 5 plus 6 يديني 11، وأعملهم minus بعض 6 minus 5 يديني كام؟ يديني 1. بالضبط كده. يبقى المفروض السايد التالت يكون between ال1 وال11، between ال1 وإيه وال11، يبقى الAC سوري مين الBC المفروض يكون between ال1 وإيه وال11، لازم يكون greater than 1 ولازم يكون less than إيه 11. ممكن يبقى 5، ممكن يبقى 6، ممكن يبقى 7، ما ينفعش يبقى مثلًا 12، ما ينفعش يبقى 11، ما ينفعش يبقى 1، ما ينفعش يبقى 15، لازم يكون between ال1 وإيه و11. أوكي؟ يعني بنكتبها في open interval كده 1 و11. طب ده تعالَ نشوفه في إيه، في choose سوري دي open interval. تعالَ نشوف الكلام ده في الchoose. مثلًا بييجي سؤال بالشكل ده يقول لي إيه، الsum of length of two side، الsum بتاع two side مع بعض، two side إيه، مع بعض. ماله، إيه علاقته بإيه، بالside التالت بالlength of third side، يعني هنا في two side وهنا في side واحد بس. مين الgreater؟ أكيد الtwo side greater، يبقى greater than. طب تعالَ السؤال اللي بعده بيقول لي length of any side، length of any side يعني side واحد بس. إيه علاقته بالsum of length of other two side، يعني اللينس بتاع الtwo side. مين الجريتر، الone side ولا الtwo side؟ أكيد الtwo side يا مستر. طب تعالى هنا بيقول لي length of two side، خلاص هو اداني اللينس بتاع الtwo side، واحد ب7 وواحد ب4. عاوز يجيب اللينس بتاع الثيرد side. يا ترى الثيرد side ممكن يطلع كام؟ بعمل إيه؟ بعملهم بلس بعض وماينس بعض. لو عملتهم ماينس بعض يديني كام؟ يديني 3. لو عملتهم بلس بعض يديني كام؟ 11. يبقى المفروض السايد التالت يكون between 3 و 11. أي نمبر between 3 و 11 ينفع. ال 3 تنفع؟ لأ. ال 2 1 لأ. طب ال 4 تنفع؟ between 3 و 11. تعالى هنا مديني تريانجل ومديني سايد ب 3 وسايد ب 5 وعاوز أخمن السايد التالت ممكن يكون فين between كام وكام. هعملهم بلس وماينس. 5 minus 3 2، 5 plus 3 8. يبقى السايد التالت المفروض يكون between ال 2 وال 8 ولازم يكون open interval 2 و 8 أهي. أوكي تعالى نكمل. خلاص فاضل لي سؤالين في الدرس دوت. بيقول لي إيه بقى؟ تريانجل ABC، عاوز أعمل ال AB plus ال BC minus ال AC. تعال نفكر مع بعض، هو مين الصغير ومين الكبير؟ ما دام التو سايد دول عملوا بلس مع بعض يبقى دول الكبار، دول البيك. ومين الصغير؟ ال AC small. أكيد لما أعمل تو سايد بلس بعض هيكونوا أكبر من إيه؟ من التالت. فأنا بعمل رقم كبير ماينس رقم صغير. بالعقل لما تعمل رقم كبير بلس ماينس رقم صغير، رقم كبير ماينس رقم صغير هيطلع اكبر من ايه، من الزيرو، بيطلع بوزيتيف. مثلا لو معاك 7 ماينس 4 هيطلع ب 3 greater than ايه، زيرو، بوزيتيف. دايما بعمل بيج ماينس سمول بيطلع لي بوزيتيف نمبر يبقى greater than ايه، زيرو. ده مجرد اكزامبل 7 وال 4 دول. اوكي طب تعالى هنا فراكشن المره دي. بيقول لي ايه، ال AB بلس ال BC تو سايد يعني بيج، وتحت في مين الاي سي بس وان سايد يبقى سمول. يبقى انا دلوقتي معايا حاجه كبيره اوفر حاجه صغيره، رقم كبير فوق ورقم صغير ايه تحت. تعال نحط اي فاليوز. تعال نحط مثلا فوق 10 واللي تحت 5. لو انت عملت على الكالكوليتر 10 اوفر 5 هل هيطلع لك رقم greater than 1 ولا less than 1؟ اه يا مستر ما دام اللي فوق greater، ما دام اللي فوق اكبر يبقى هيطلع لي greater than ايه، 1. بس شكرا. بكده احنا لمينا اغلبيه الافكار المهمه اللي موجوده عندنا في lesson 1. أوكي، عايزك تذاكر الدرس كويس وتجهز عشان الlesson 2 عاوزين نخلّصه برضه الأسبوع دوّة، بحيث ننجز وندخل على بقية إيه، الدروس بتاعة geometry. شكرًا إنك كمّلت، أتمنى تكون استفدت، ما تنساش تعمل share للفيديو. يالّا باي.